الافضل لو هشتري دهب للاستثمار اشتري دهب مستعمل جنيه دهب سبائك، والافضل لو جنيه او سبائك اشتري من موقع الشركة نفسها ولا من محلات دهب عادي؟ والافضل لو سبائك. طيب اول حاجة دهب للاستثمار، خلينا متفقين ان الموضوع ده اصلا غلط. يعني محدش يجيب دهب للاستثمار. الدهب تعريفه في علم الاقتصاد التحوط من التضخم. مثال، حضرتك دلوقتي عايز مثلا تشتري عربية، وليكن العربية مثلا ايه بمليون، بمليون ونص، هنقوله مثلا بمليون ومتين ألف. فانت قلت انا هدخل جمعية كل شهر او هحوش كل شهر 100,000 جنيه، وبعد 12 شهر هيبقى معايا المليون ومتين ألف، اروح ساعتها اجيب العربية. فانت الطبيعي ان انت ال100,000 جنيه اللي بتحوشهم من اول شهر يناير مثلا دول تحطهم في ذهب. هتيجي بعد سنة هتلاقي الذهب اللي قعدت تراكمه كل شهر، حتى لو قيمة العربية طلعت عن المليون ومتين بقت مليون وخمسمية، هتلاقي قيمة الذهب طلعت بنفس المقدار إن ما كانش أزيد. هي دي وظيفة الذهب. أبو الاستثمار في العالم وارن بافيت ما عندوش في محفظته ذهب. فأنت المفروض إن أنت بتحتفظ بالذهب، مش بتستثمر في الذهب، أنت المفروض بتحتفظ بالذهب علشان تحقيق أهداف على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. في ناس بتقول لي حط 10 15% من محفظتك في الذهب. الكلام ده ماشي، يعني انت لو معاك 100,000 جنيه ممكن تشيل 15 و 20,000 جنيه ما قيمته ذهب وتخليهم على جنب كده احتياطي معاك. ما انت لازم تبتدي تتبنى فكر اقتصادي ومالي، لازم يبقى معاك احتياطي. الاحتياطي ده لما تحتفظ بيه هتقول مثلا هيكون كل شهر 5000 جنيه للطوارئ، يفضل ساعتها ان هم يكونوا في ذهب. ما تضحكش بقى تقول لي ايه هم ال 5000 جنيه يجيبوا ايه؟ لا، ممكن تروح تجيب بيهم مثلا سبيكه، او تجيب سبيكه الا ربع. دي الجزئيه الاولى من السؤال. الجزئيه الثانيه، دهب مستعمل ولا جنيه دهب ولا سبائك؟ الجنيه دهب والسبائك زي بعض. الدهب المستعمل والله لو انت قدامك جنيهات او سبائك حد بيبيعها مستعمله بسعر اقل من الشركه وطبيعي اقل من الصاغه، خد. انما بلاش تجيب دهب او دبل او سلاسل، بلاش تجيب دهب مستعمل في مشغولات كتيره وفصوص علشان لما تيجي تبيعه ما يخسرش مصنعيه ياما. والافضل لو جنيه او سبائك اشتري من موقع الشركه نفسها. طبعا من موقع الشركه افضل حاجه. يعني انت عندك شركه زي بي تي سي، زي جولد ايرا، زي سام، طب وليه تروح تشتري من جواهر ليه؟ طب ما تروح تشتري من الشركات دي احسن، لان الشركات دي لما بتيجي تبيع لها بعد كده بتبيع لها في منتهى السهوله وبسعر عادل افضل من اسعار السام. وحضراتكم لو عندكم سؤال اكتبوا لي في الكومنتس تحت هرد عليه في اقرب وقت.